صباح الخير يا إيمي يا حبيبتي. صباح النور يا ماما. ايه يا إيمي انتي بتعملي ايه؟ انا لسه صاحية دلوقتي يا ماما. طب يا إيمي يلا يا حبيبتي نلحق نروق البيت ونحضر الفطار قبل ما بابا يصحى، عشان النهاردة الجمعة وبابا هيصحى يفطر معانا. ماشي يا حبيبتي نعمل الفطار طب يا ماما روحي انتي اعملي الفطار وانا هروق البيت مع بال ما تعملي الفطار. وما تنسيش يا ماما اعملي لنا حاجات حلوة زي ما بتعملي لنا كل يوم جمعة. اعملي لي شيبسي الحلو اللي انتي بتعمليه في البيت، واعملي لنا اكل حلو كتير زي اللي انتي بتعمليه يا ماما. من عينيا من عينيا يا حبيبة ماما. هعمل لك الشيبسي اللي انتي بتحبيه اللي انا بعمله له كل يوم جمعة. هعمل لك كل حاجة انتي بتحبيها. يلا بقى روقي وانا هخش اعمل الفطار مع بال ما تروقي. يا ماما يا ماما. نعم يا حبيبتي، نعم يا إيمي يا حبيبتي، في ايه؟ يا ماما انا نسيت اقولك صحيح، في فرنة عيش جديدة فتحت على اول الشارع، ممكن اروح اجيب لك منها عيش بدل ما تطلعي وتسخني من الفريزر. بس انا خاف عليكي يا ايمي، انا خاف عليكي تطلعي لاول الشارع لوحدك. ما تخافيش يا ماما، ما كل اصحابي بيطلعوا يجيبوا عيش ويجيبوا كل حاجه لامهاتهم، ما تخافيش عليا، ده هي على اول الشارع. انا هخرج اجيبهولك، يبقى صابح وناكله صابح على طول. انا هخرج وارجع لك على طول، ما تخافيش عليا. بس انا خايفه عليكي يا ايمي، والله انا خايفه عليكي. لا يا ماما والله ما تخافيش، مع بال ما تحضري الفطار هكون انا جيت على طول، انا هرجع لك على طول يا ماما. طب خلاص يا حبيبتي، بس خدي بالك من نفسك وارجعي لي على طول، ما تتأخريش. حاضر يا ماما انا مش هتأخر، انا هرجع على طول. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة، خدي بالك من نفسك، خدي بالك من نفسك، مع السلامة، مع السلامة. يا ترى البنت اتأخرت كده ليه؟ ده بقالها ربع ساعة بره وما رجعتش، والفرن على أول الطريق، يا ترى اتأخرت كده ليه؟ لا أنا قلقت خالص عليها، أنا قلقت، أنا روقت البيت وخلصت الأكل وعملت كل حاجة وهي لسه ما رجعتش. أنا هخش أصحي أحمد وأخليه يروح يشوفها هي اتأخرت كده ليه. بس أنا قلقت خالص، أنا أنا قلقانة على تأخيرها دوت، أنا قلقانة. يا مي يا مي، انت صحيت يا احمد؟ انت صحيت؟ اه يا مي انا صحيت. ايه صباح الخير، صباح النور، صباح النور. ايه مالك، في ايه مالك كده، في ايه؟ شايفك كده مخضوضة ومش طبيعية، في حاجة ولا ايه؟ لا أس ايمي قالت لي في فرنة جديدة فتحت على باب الشارع، على اول الشارع كده. اه فعلا، ده انا نسيت اقولك في فرنة جديدة فتحت على اول الشارع، وانا نسيت اقولك خالص. كويس ان البنت قالتلك. اه ما هي راحت تجيب عيش وبعدين ما رجعتش لحد دلوقتي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. ليه هي خارجه بقالها قد ايه يا مي؟ خارجه بقالها قد ايه؟ ما اعرفش يا احمد، بقالها كده يجي نص ساعه اهوت. ازاي بقى؟ ده الفرن قدام الباب على طول، قدام على اول الشارع على طول، اتاخرت كده ليه؟ ايه اخرها كده؟ مش عارفه، انا كنت لسه هاجي اصحيك عشان تروح تشوفها اتاخرت كده ليه. انا قلقانه عليها قوي، قلقت عليها خالص، ما اعرفش اتاخرت كده ليه. الله، الزهر جت اهي، الزهر جت اهي يا مي. انا هروح افتح الباب واشوف اتاخرت كده ليه. ماشي يا احمد ماشي، روح شوف. يا رب تكون هي، بس ربنا يسترها يا رب، يا رب استر يا رب وتكون هي. ان شاء الله تكون هي ان شاء الله. ايه يا احمد، الحمد لله طلعت هي، الحمد لله يا احمد طلعت هي. انت كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ رحتي فين؟ قلقتيني عليكي وموتيني من الخوف، انا قاعده خايفه ومرعوبه عليكي، تكوني رحتي فين؟ ايوه رحتي فين؟ كنت فين يا امي ده كله؟ فرنة العيش على اول الشارع، كنت فين؟ هو انا اتاخرت ولا ايه؟ انا اتاخرت يا ماما ولا ايه؟ انا اتاخرت كتير. ايوه ايوه يا حبيبتي اتاخرتي كتير. انت كنت فين كل دوت؟ معلش يا ماما معلش، انا اسفه. بس انا صاحبتي قالت لي تعالي معايا نروح الصيدليه ونرجع على طول. رحت اضطريت اروح معاها، ما عرفتش اقول لها ايه، ورحت رايحه معاها ورجعنا، كانت بتجيب علاج لباباها ومامتها عشان كانوا عيانين وتعبانين. يا نهار ابيض عليكي، يا نهار ابيض عليكي. وانتي لما تروحي حته مش تقولي لي انتي رايحه فين عشان انا ما اقلقش عليكي؟ هو انا كنت هقول لك حاجه لو كنت بتجيبي علاج مع صاحبتك كنت هسيبك، بس انتي تيجي تقولي لي، ما ينفعش تخرجي من غير ما تيجي تقولي لي، انا كنت قلقانه. ايوه ايوه يا ايمي، ماما كانت هتموت من الخوف عليكي وقلقتيني، انا كنت هلبس هدومي وانزل ادور عليكي، انتي ازاي تعملي كده؟ مش تيجي تقولي لنا الاول قبل ما تروحي حته؟ انا اسفه يا بابا، انا اسفه، انا اسفه يا ماما، حقك عليا. انا بعد كده هباخد بالي، ولو هاجي اروح اي حته لازم اجي اقول لك الاول عشان ما تتخضيش عليا. انا اسفه، انا جبت لكم عيش جميل قوي وانا مش هعمل كده تاني.
يا أطفال يا حلوين، قبل ما تروحوا أي مكان لازم تقولوا لماما عشان ماما ما تقلقش عليكم وما تتخضش، لأن إحنا بنتخض عليكم كتير وبنحبكم كتير وبنخاف عليكم كتير. ماما مي بتخاف عليكم كتير قوي 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 قوي. خدوا بالكم من نفسكم، ولازم قبل ما تروحوا مكان لازم تروحوا تقولوا لماما والبابا وتعرفوهم مكانكم فين عشان ما يقلقوش عليكم. خدوا بالكم من نفسكم يا أطفال يا حلوين، ماما مي بتحبكم كتير. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من ماما مي وبابا أحمد. باي باي، بحبكم كتير.